سوداني يشتغل عند واحد مسؤول في الرياض. يا سلام. وهو سواق، وراح للسودان في إجازته السنوية، وعطوه إجازة 40 يوم أو 45 يوم، ماخذ هدايا. يوم جاء ولزوجته في الشهر الثامن أو السابع، فكان متوقع أن زوجته تولد وهو عندها في السودان، إلا أن تأشيرته انتهت ولازم يرجع. حط عند زوجته 1500 ريال أو 2000 مصاريف الولادة. نعم. وقال خلي واحد من اخوانك يوديته المستشفى لو صار ما صار. هو رجع وقلق على زوجته وقلق على هالولادة، ويتصل كل يوم. يوم جاء ذاك اليوم دقت عليه زوجته، قالت يا ابو فلان، قال نعم، قالت اختك مريضة في المستشفى وطالبين عليها 2000 ريال او 1008، وانت اعطيتني فلوس هذه، وش رايك ادفعها لها؟ قال شوف المرأة الطيبة، قالت انت طيب الولادة عندك، قالت انا يدبرها ربك. قال اجل روحي لاختي واعطيها الفلوس. يا سلام. اللي هي مخصصة لولادتها هي. يا سلام. راحت وزارت اخت زوجها واعطتها الفلوس وسددت عنها المستشفى، وذيك تعالجت وطلعت. هذه سبحان الله قعدت لها 3 أيام 4 أيام، وجت القابلة والظاهر ولدتها وصارت ولادة في البيت. يقول يا ابو عبد العزيز انا قمت اتسلف من اصحابي ابي ارسل لها، ما لقيت في الفتره هذه، كانت الفتره قصيره. فيقول قلت الحمد لله اختي وزوجتي واحد عندي، الحمد والشكر. يقول كنت مع الخادمه اللي عندهم عزبي بتروح للسوق تتقضى، معطينها فلوس تتقضى وانا اوديها. وديت الخادمه ودخلت هالسوبر ماركت الكبير، وانا قعدت عند الكاونتر عند السكيورتي انتظر. يقول واشتري لي علبه، ومع علبه يوم جيت اطلع قالوا ترى في كربون انك لو وقعت عليه وحطيت رقم تلفونك يمكن تشارك في سحب على سياره. كوبون. اي يا سلام. كوبون. ايوه. ايه. يقول واسجل اسمي واسجل رقم تلفوني واحطه في هاك الصندوق الشبك اللي فيه ملايين، انا بالحالي. يقول واركب انا وهالمره واجي اوديها البيت معزبي واقعد لي 2 أو 3 الا تلفوني يرنع. انت الزول فلان بن فلان الفلاني، قلت ايه؟ قالوا معك كوبون انت مسجل؟ قال لي. قالوا تراك فزت بسياره كريلا. الله. يقول والله يا ابو عبد العزيز ما طرالي الا تفريج زوجتي عن اختي. يا سلام. يقول واطلع للسوبر ماركت ويصوروني ويسلموني هالسياره وادخلها السوق وابيعها، وارسل لاختي 5000 وارسل لابوي 10000 وارسل لزوجتي 5000. يا سلام. وانا بقى عندي 20. فبره في اخته، وكذلك الزوجه الصالحه ترى تعين الرجل على انه يبر خواته. بره في اخته والصدقه ونيته الطيبه مع زوجته، كل هالامور سبحان الله اطلع الله عليها، فخصص له مثل هالامور اللي ما كانت تخطر